يعني إذا راحت هالبسطة مني بنزل على الشارع بشحال. طيب هذا إذا ما إجت الدولة وكرمته. اليوم نحن رسالتنا للتبعات البلدية إنه نراعي شوي ظروف الكبارية بالسن. والله يا بابا نهار لما طلعت من الوظيفة، يعني كنت أنا نتيجة حصار طلعت من الوظيفة، خسرت وظيفتي، فوقفنا هون على هالقرنة هي، وهذا كان مثل ما تقول مربع أمني يعني على شو، فمصيدة للرايح وللجاي. والله يا بابا وقتها فرع المنطقة، فرع فلسطين، شيء 4 فروع يعني. بالآخر الحمد لله الله زال هالغمة عنا يعني عاشوا. بس لكن هلا يعني شوفت عينك، يعني أنا رب أسرة بجد. بيتي بالأجار، بيتي كان بالمخيم عشرون وراح البيت، ساكن بيلدة عشرون. وشوفت عينك الأجار البيت 1,000,000 ليرة بالشهر، والبصة يا دوب يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. شو بدي يحكي الواحد لك بابا؟ فهيك يعني عشنا حصار، ذبحنا ذبح لك بابا، ما يعني اسمينا. بدك تصلي على النبي. اللهم صل على سيدنا. صلي على النبي. اللهم ما صل بعد على الضيق النبي. الا الفرج. الحمد لله الله فرج علينا. بس انت يعني رب العالمين. يعني لحد الان يعني عم نبسط، بس والله خايفين لك بابا. يعني مثل ما تقول انه هالبساط بده يشيلوها بده كذا. طيب هلا انا خسرت وظيفتي، يعني اذا راحت هالبسطه مني بنزل على الشارع بشحال. ما لي عمل ثاني لك بابا. يعني كنت بالاول اشتغل صحيه، عرفت شو بابا؟ بس صار معي تلف اعصاب سكر العصبي، يعني لا خرج لا احمل مطرقه لا شوكه لا كذا، لا هي هيك لك بابا. فسبحان الله لك بابا، وهيك ترتيب الله يعني، خسرنا كل شيء لك بابا. نتأمل لك بابا، والله نتأمل الفرج من الله. والحمد لله والله من علينا برئيس جمهورية سكرة وحكومة جديدة سكرة. بس لكن يعني هالناس هلا مثلا زادوا رواتب الموظفين، زادوا كذا. طيب هالناس هي اللي قاعدة على الطريق مثلا قطع 60 سنة. طيب هذا إذا ما إجت الدولة وكرمته، يعني رحنا لما صارت الثورة صارت بجهودنا لك بابا. يعني اليوم لما بيطلع واحد مثلا بيلقي شعر، بيلقي مثلا غنية نشيدة، بيكون في كورس وراه، في جمهور، في ناس ساعدت، في ناس اشتغلت. شو فكله هذا يعني. هلا احنا اليوم شبه منسيين لك بابا. هلا مثل ما قلت لك اذا بتيجي المحافظه بتقول لي شيء، انا صرت عاطل عن العمل، ما لي شغله ثانيه اشتغل فيها. يعني واليوم لك بابا يعني بدك تروح تشتغل عندنا، شو بده يشغلوا؟ يا شفاء يا حسنه، يعني عمره 60 سنه، شو بده يشغلك لك بابا؟ ما حيشغلك شيء. يعني بقول لك انا بجيب شاب نفس الاجار بدي ادفعه لهالزلمه بدفعه لواحد شاب نشيط اكثر، حقه الطبيعي لك بابا. لكن مثل ما قلت لك يعني القصه انه عايشين على هالبسطة، مستورين بالله والبركه، والحركه ميته كثير لك بابا. يعني بعد الامرار بنتعشى، بعد الامرار بننام بلا عشاء الحمد لله. عندك اولاد عم؟ والله عندي اولاد شباب بس متجوزين كل واحد. ما حدا بيطلطن، ما حدا بيسأل عليك؟ بيطلقوا بس بابا. يعني الحياه اليوم صعبه. يعني عندي 2 متجوزين، واحد عزابي، العزابي عم يساعدني قدر الامكان، بيشتغل بمطعم، بيشتغل شغله ثانيه. بس لكن بابا يعني كان سابقا اب يصرف على عيله كامله. اليوم البنت بتشتغل، المرأة بتشتغل، يعني مفاهيم الحياة كلها اتغيرت للأسوأ مو للأحسن. ومتأملين إن شاء الله بهالحكومة الجديدة شو إنه يعم الخير على يدها. شو هذا متأملينه من الله ومن هالناس المسؤولين اللي عم تنظف بهالبلد. بس إنه مثلا يعني إذا لقوا واحد كبير بالسن مبسط، ما يقولوا له قيم البسطة، لأن إن قام البسطة يعني وين بده يصفي؟ مد إيده بالشارع. ما حلينا مشكلة، ما حلينا مشكلة لك بابا. الحمد لله الحمد لله على كل طيب شيء. اولادك بيسألوا عليك؟ يعني بيساعدوك بالمصروف بعض الاحيان؟ والله مو كل الأمراض يعني. قلت لك بابا يعني كله كان سابقا كنا ساكنين بالمخيم وبيلدة، ووقت الحصار يعني عندي واحد رايحة كلته ونص معدة، والكلية الثانية عليها شظايا، يعني يا دوب خدمتك بالمثل. اليوم بيشتغلوا 10 لا، والثاني بيشتغل بمطعم.
يعني كلهم بيوتهم بالاجار. الحمد لله لك بابا، قدر الله ما شاء فعل. وين انت اللي ساكن عم؟ والله ساكن بيلدع ورا جامع الشافعي. شو هيك ترتيب الله. ايجاره مليون؟ لا بابا، للامانه 800,000 بس هلا يعني لا بده يطالعونا على شو بده يطالعونا او يصير مليون مشان ما يصير كذب. طيب هو ما براعي ظروفك انه انت قاعد على بسطه، يعني انت يا دوب عم بتطلع مصروفك؟ ما حدا عم يطالع، ما حدا عم بقول لك اخي الحياه كلها غاليه. الناس يعني ليش حتى اجر برخيص انا ما زال صاحح لي مثلا مين يعطيني المليون. فهذا اللي عم يصير فينا لك بابا. يعني كان بالاول والله لي بيت مثل بقيه العالم بالتقدم اخر المخيم، بس راح على الارض، راح يعني مو بس بيتي، المنطقه كلها راحت، وطالبين التعويض من الله. الحمد لله لك بابا، قدر الله ما شاء فعل. دمعتك غالية يا عم، بدك تصلي على النبي، دمعتك والله غالية. انتوا الغاليين، لك الله يخليك. انتوا الغاليين بابا. احنا شادين املنا بالله وفيكم بهالشباب يلي ما قدرنا نحن ننجزوا على الارض. أنا آسف إذا فتحت لك الأوجاع. لا يا حمد الله، لا يا حمد. الحمد لله، اللهم صل على النبي. أنا مثل ابنك. الله يجبر أنا وعد مني إلك أي حدا بيتواصل معي كرمالك والله لا أجي وجيبه لعندك فورا. الله يجبر بخاطرك، الله يجبر بخاطرك ويفتح عليكم باب الرزق والصحة والعافية، ونشوفكم إن شاء الله بأعلى المناصب بجاه سيدنا. الله يخليك يا رب. صلى على النبي عام. بدي انا اشوف الضحكه، بدي اشوف الضحكه. ايوه بدي اشوف الضحكه يا عم. صلى على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليك يا اليوم بعض الاحيان لما تحكي انا اسف اذا ضايقتك بس بتفش قلبك بترتاح. الحمد لله، الحمد لله بابا. لو الانسان ما بيفش قلبه بابا بيموت بقهر وبيطق. فالحمد لله، الحمد لله اللي وصلنا لمرحله انه نلاقي ناس تفهم مشاعرنا وشعورنا، ويعني لقينا ناس مثل حكايتنا. كنا بالاول الله وكيلك ما نسترشي، يعني ما اذا بسطنا هيك الرايح والجاي يستربط علينا. شيء يقول لك امن دوله، شيء يقول لك كذا. الحمد لله يعني اليوم الهيئه تبعنا وشبابها وكذا كنا بالاول نخاف منهم، هلا صار عم نخاف عليهم. لك بابا والله بتمرق قدام واحد بيقول له تسلم لي هالضحكه، يسلم لي هالوش الحلو. لك وين كنتوا انتوا، وين كنتوا؟ الاخير الله سبحان الله. شوف يعني ما حدا متوقع انه دمشق انه هيك تصير. الحمد لله، بس لسه هيك الله يهدي البال اكثر من هيك. لك بابا آمين. الله يهدي البال اكثر من هيك بجاه سيدنا محمد. آمين. اليوم نحن رسالتنا للتبعات البلديه انه نراعي شوي ظروف الكباريه بالسن. اي والله، بس نراعي ظروفهم شوي. هي الرساله انه واحد يقعد ورا بسطته مطمئن انه ما حدا حيجي مثلا يقول له ضب او يجي مثلا ياخذ له البسطه. لا والله يا بابا يعني اذا بتروح البسطه لا املك شيء. والله على ايام النظام اقسم بالله العظيم يا بابا اجوا اخذوا لي البسطه تبع قسم الميدان في النظام القديم. ضليت 4 أشهر قاعد بلا شغل لقيت مين يديني مصاري مشان افتح بسطه جديده. فاليوم بابا يعني خدمه قبل ما تشتغل بتقدم لبيتك، ما اشتغل ما فيك تسوي شيء. هيك الحمد لله. ألف الحمد لله. اي والله. ان شاء الله رسالتك واصله. الله يجزيك، والله يفرج عنا. الله يجزيكم عنا كل خير يا رب، ويفتح عليكم باب السعاده والهنا والسرور كرامه لسيدنا محمد، ويخلي لنا هالوجوه البشوشه الحلوه. يخلي لنا اياك لك. الله يسعدك. وهي بوسه لك عمو. فكر الكاميرا شوي بدي اخذ بوسه. الله يحميكم ويرد عنكم كل اذى. لك بابا الله يخليك. يا امان الله. انا شرفت فيك. وانا تشرفت فيك. الله يخليك. عندك مشكله بعرض الحلقه؟ لا حلوة. بس بدي هالبسمه ما تطلع من وشك.
عرضة لك بابا، عرضة. الحمد لله، الحمد لله لك. هالبسمة مرضية. الحمد لله. وبتأمل تشرفكم ببيتي الصغير هيك. لك أنا إلي يعني الشرف، يخليك أنا يعني. ابنك الصغير والله إلي الشرف. يخليك لأهلك الله ويلبسك يخليك. ثوب الصحة والعافية، ويخلي لك حبايبك كلهم جنب منك هيك لك الله حواليك. يسلمك يا رب، الحمد لله. يعطيك العافية عم.